ازاي الاهلي بسهوله يقدر يكسب انتر ميامي في كاس العالم للانديه؟ انتر ميامي في اخر 3 ماتشات ليه اتعادل ماتش وكسب ماتشين. علشان نقدر نحدد ازاي الاهلي يكسب انتر ميامي لازم نبص على نقاط القوه ونقاط الضعف. انتر ميامي عنده كام نقطه قوه لازم الاهلي ياخد باله منهم كويس جدا. اول حاجه ان الفريق ده عنده قدره كبيره جدا ان هو يحول كل هجماته لاهداف، يعني ببساطه نقدر نقول ان الفريق بيجيب اهداف اكتر من المتوقع من هجماته، الى جانب ان الفريق ده بينظم كل هجماته من العمق زي من الاطراف، ولكن بيميلوا شويه لناحيه الشمال اللي فيها جوردي ألبا اللي لحسن حظ الاهلي مش هيلعب عشان مصاب. تاني حاجه الفريق ده بيجيب اهداف كتيره جدا من الشوط من بره منطقه ال18. وتالت حاجه ان الفريق ده بيجيب اهداف كتيره جدا من الضربات الحره. لو هنبص بقى على نقاط ضعف انتر ميامي فلازم الاهلي يلعب عليها كلها. اول حاجه الفريق بيستقبل من الكرات الثابته اهداف كتيره. تاني مشكله ان الفريق ضعيف في التمركز في الحاله الدفاعيه.